كان جالي سؤال على الصراحة. السؤال ده بيقول فيما معناه يعني، وهسيب لكم الصورة بتاعته. مستر هشام، هي كانت بنت بتقول ان هي طول عمرها ما كانتش بتحب حد خالص، يعني هي مش بتحب حد، مش بتحب ولد. الحب اللي هو الغير شرعي الغير حلال، اللي هو هي بتقول ان هي مقتنعة ان الحب هو المرحلة اللي بعد الجواز. وده على فكرة ده حقيقي، يعني هو الحب الحقيقي هو بعد الجواز ب6 شهور. فهي كانت بتقول ان هي فضلت محافظة على نفسها الفترة دي كلها، ولكن جت الفترة دي وربنا ابتلاها في اللحظة دي، يعني ربنا ابتلاها ان قلبها، عارف اللي هو ايه، مال لحد. ف فهنا هي بتقول انا مش عارف اعمل ايه، يعني عمري كله بجاهد نفسي ان انا ما اقعش في المشكله دي، ودلوقتي قلبي مال للاتجاه ده، اعمل ايه؟ عايز اقول لك ان انت احسن من ناس كتير بالاف المرات. عايز اقول لك ان اللي انت فيه دلوقتي ده هو اختبار، اختبار يعني، اختبار جميل جدا. عارف كده لما تلاقي نفسك جميل وحد رائع، فيجي مثلا الاتش ار، ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى، ويجي الاتش ار يحط لك اختبار زياده كده علشان خاطر يشوفك هتنجح ولا هتروح فين. اهو انت في نفس الموقف ده، انت ربنا مثبتك طول عمرك، فدلوقتي انت في موضع اختبار. عارف ان الاحساس غالب، ولكن عايز اقول لك ان انت دلوقتي زي ما قلت من شويه انت بتجاهدي نفسك. والجهاد هنا هو انك تحاولي تعملي حاجه انت ما بتقدريش عليها، او حاجه صعبه عليكي، ولكن انت ما زلتي مستمره وبتحاولي انك تكوني زي ما انت كان نفسك تكوني دايما. فربنا يكتب لك الثبات، ربنا يكتب لك الثبات، ربنا يكتب لك الثبات. وفخور فخور ان في حد لسه كده. على ذكر الحب، هل الحب حلال ولا حرام؟ هل الحب قبل الجواز ولا بعد الجواز؟ هل الحب ايه اللي بيحصل لو انا حبيت قبل الجواز؟ ايه اللي بيحصل لو انا حبيت اثناء الجواز؟ هل جواز الصالونات هو الاصح؟ هل الجواز اللي هو العادي هو الاصح؟ ده ان شاء الله نتكلم فيه في فيديو، ولكن دلوقتي عايزك تقول لي رايك. انت رايك ايه؟ انهي جواز احسن، الصالونات ولا عن حب؟ ويا ترى الحب بيجي بعد الجواز ولا قبل الجواز ولا اثناء الخطوبه، ولا المفروض يبقى فيه علاقه صداقه ما بين الولد والبنت فيلاحظ ان هم بيحبوا بعض فيبدا الموضوع يتطور لجواز؟ معرفش. انا عايز اجابتك انت، علشان خاطر بناء على اجابتك هنبدا نبني فيديو كامل. انا في الحقيقه مجهز له ليا فتره، ولكن مش حابب اتكلم عنه لان الموضوع جميل. ف ولكن والله ما خساره فيكم نتكلم في الموضوع ده، ونتكلم هل الحب حلال حرام؟ ينفع احب قبل الجواز ولا الحب بعد الجواز؟ اسئله كتير هنجاوب عليها المره اللي جايه، ولكن ربنا يثبتك، ربنا يثبتك، ربنا يثبتك. اللي انت فيه ده روعه، فربنا يثبتك ويسعدك يا رب. فخور والله بالرساله اللي بعتها لي على الصراحه. شكرا.